السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير. معلش بعتذر على صوتي، أنا عندي برد فاستحملوني النهاردة يعني سوري. بصوا، أنا عايزة أقول لكم أنا كان عندي مكرونة بايتة حطاها في التلاجة. دلوقتي بدل ما ارميها وكده فقلت قلت أعمل بيها يعني صنف حلو كله بيحبه. هنعمل النهاردة طاجن كبدة بس بالمكرونة. دلوقتي زي ما احنا شايفين كده، انا عندي كان نص كيلو كبده فراخ. طبعا نضفتها كويس جدا، غسلتها كويس جدا. خليت الكبده هقطعها على 4 حتت. والقوانص هعملها على حتتين بس، قطعتين يعني، عشان انتوا عارفين القوانص بتكش. وده كده طبعا الدهن اللي بيطلع من القوانص طبعا احنا بنرميه، بس انا نضفته كويس جدا بجد، بيبقى طعمه تحفه في الوصفه دي. دلوقتي بقى هنحط معلقه سمنه واحده بس، وهننزل بالدهن ده نحمر فيه الكبده. انا نزلت زي ما احنا شايفين كده بالمعلقه الزبده. دلوقتي بقى هنزل بيها بالدهن ده على معلقه الزبده او السمنه. هنشوحها كده زي ما احنا شايفين من غير اي حاجه خالص، نتنزل الدهن بتاعها او السمنه اللي فيها شويه زي ما احنا شايفين كده. بصوا، نزلت السمنه اللي فيها. دلوقتي هننزل بقى بالقوانص عليها. دلوقتي كده بسم الله ننزل بالقوانص. بس هنسيبها حوالي كده 10 دقايق بس، ونقلب فيها برده كده. وبعد كده بقى هننزل بالكبده عليها. عارفين عشان القوانص بس مش بتستوي زي الكبده بسرعه. بس عايزه اقول لكم احنا يعني 5 دقايق كده، وهننزل عليها بقى ببصل نكون مقطعينه صغير، وكمان فلفل لو عندكم فلفل الوان او فلفل عادي رومي براحتكم، وكمان 4 أو 5 فصوص ثوم مهروسين. دلوقتي كده زي ما احنا شايفين قطعنا بصلايه كبيره او 2 وسط الحجم يعني بتاعه البصلايه. دلوقتي هننزل بقى عليها على الكبده والقوانص. دلوقتي كده زي ما احنا شايفين بسم الله ننزل بالبصلايه اللي احنا قطعناها صغير. دلوقتي كده هنقلب البصلايه بسم الله. لاحظوا ان انا لسه ما حطيتش اي توابل. دقيقتين كده بس، وهنزل برضو بالفلفل اللي انا مقطعاه صغير هوريكم كده زي ما احنا شايفين برضو. دلوقتي كده انا قطعت كام ثمره فلفل كده رومي، وفلفل الوان لو عندكم براحتكم، ممكن تحطوا ممكن لا، وقرن فلفل حراق ممكن تستغنوا عنه يعني لو عندكم ولاد وكده يعني او ما بتحبوهوش. دلوقتي برضو 5 دقايق كده، وهنزل بالفلفل على الكبده والقوانص كده تمام. زي ما احنا شايفين كده البصل خلاص اتدبل شويه. دلوقتي هننزل بمعلقه الثوم المهروس او 4 5 فصوص ثوم. كمان هننزل دلوقتي بالفلفل كده بسم الله زي ما احنا شايفين كده. نقلبه كده تقليبه كده. بجد ريحتها تحفه، ولسه ما حطيتش اي توابل. هنسيبها كده حوالي 5 دقايق، بعد كده هحط التوابل بقى. دلوقتي زي ما احنا شايفين كده احنا عايزين التوابل ديت. عايزه طبعا ملح، وعايزه كمون، وعايزه كمان توابل كبده، وعايزه بابريكا، وعايزه فلفل اسمر، وعايزه كمان بشره جوز الطيب، وكمان عايزه كزبره، وكمان رشه قرفه. بصوا كل ده ربع معلقه كده. زي ما احنا شايفين بدأت تستوي. دلوقتي هننزل بقى بالتوابل بسم الله زي ما احنا شايفين كده. هنقلب كده التوابل.
بالظبط كده 10 دقايق هسيبها. بصوا انا محطتلهاش ميه طبعا، هي انا عايزاها كده. هي كده استوت برضو. عايزه اقول لكم 10 دقايق بس ونطفي عليها كده استوت. دلوقتي زي ما احنا شايفين احنا جبنا الطاجن، هنحط فيه شويه موتزاريلا من تحت. بصوا بقى هننزل بالمكرونه بسم الله. بصوا زي ما احنا شايفين كده زي ما احنا شايفين حطينا المكرونه طبعا اللي انا قلت لكم كنت عاملاها وفاضت من الاكل وحطيتها في التلاجة كده زي ما احنا شايفين. لو عندكم طبعا بقى شوربه تبقى واو بجد. لو ما عندكوش بصوا عادي ممكن تحطوا ميه. بسم الله الرحمن الرحيم كده 2 بس، عشان طبعا احنا هنحطها في الفرن ولازم لازم طبعا تسخن. فاحنا جايبينها من التلاجة انتوا عارفين. زي ما انا قلت لكم عادي شوربه او ميه عادي، بس الشوربه طبعا بتبقى احسن، بتدي طعم احسن. ممكن تحطوا مرقه دجاج مع الميه تبقى زي الشوربه يعني. كده الكبده طبعا بعد ما استوت. دلوقتي تركايه من عندي كده، لو عندكم زيتون مخلي هنحطها على الكبده ونقلبه مع بعض ونحطه بقى فوق المكرونه. دلوقتي كده بسم الله الزيتون ده اختياري على فكره، لو ما عندكوش عادي مش مشكله يعني، بس هو بصراحه بيدي طعم. دلوقتي كده بسم الله زي ما احنا شايفين كده طبعا هنحط من الكبده طبعا على المكرونه كده ونوزعها بقى كده زي ما احنا شايفين. خلاص احنا وزعنا طبعا الكبده كلها على المكرونه زي ما احنا شايفين كده. دلوقتي بقى هندخلها الفرن، هو اوريدي كله طبعا مستوي. دلوقتي هندخلها بس 10 دقايق او ربع ساعه بس تسخن، وبعد كده انا مش هغطيها بفويل، مش عايزه يعني اغطيها بفويل لان هي مستويه. اما بغطيها بفويل تبقى الحاجه مش مستويه عشان تستوي. دلوقتي بقى هدخلها 10 دقايق او ربع ساعه، وبعد كده هنحط الجبنه الموتزاريلا من فوق وكده تاكلوها بالهنا والشفا بقى. كده الطاجن بعد ما طلع من الفرن سخن، دلوقتي سبته ربع ساعه. دلوقتي بقى نحط عليه الموتزاريلا بسم الله. كده زي ما احنا شايفين كده هندخله 5 دقايق بس، وكده بالهنا والشفا بقى نطلعه ودوقوا احلى بجد طاجن. وكده الطاجن بعد ما خلص وطلع من الفرن، يا ريت تجربوه. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه، بجد طالع تحفه، يا ريت تجربوه. بصوا كده عايزه اوريكم. بصوا الموتزاريلا تحفه بصراحه. بصوا الكبده والمكرونه. تعالوا نقطع مع بعض كده بسم الله. بصوا بجد تحفه، يا ريت تجربوها. بصوا بجد يا ريت تجربوها. بصوا الموتزاريلا طبعا الولاد هيحبوها جدا بجد. بسم الله واو تحفه، طعمها بجد تحفه، بالهنا والشفا بجد يا ريت تجربوه. معلش النهارده بقى كان صوتي مش احسن حاجه، ان شاء الله المره الجايه بقى احسن.